الفيديو ده للبنات بس، لو انت مش بنات باي باي. مين فيكم يا بنات رجع عشان بارت 2؟ الفيديو اللي فات كلمتكم عن كل الاجهزه الكهربائيه اللي اشتريتها هنا في امريكا اول ما جيت، وساعدتني كتير قوي في شغل البيت وفرقت معايا في الوقت وفي المجهود. في الجزء ده بقى هكلمكم عن الادوات الشخصيه اللي اشتريتها يعني ليا ولولادي. اول جهاز جبته لنفسي هو جهاز ازاله الشعر بالليزر يولايك. ده شكل الجهاز. الجهاز ده انا كنت جايباه من حوالي سنه من على امازون، لحد دلوقتي هو منزلش في السعر، ماسك سعره يعني، نازل عليه دلوقتي برضو ديسكاونت في امازون. هو جهاز بالكهرباء على فكره، مش شحن ولا حاجه. طيب انا ليه اشتري جهاز زي ده دلوقتي عندي في البيت؟ اولا جلسات ازاله الشعر بالليزر دي في امريكا يعني يمكن عايزه كارد، احنا نروح البنك كده نقول له لو سمحت عايزين كارد علشان هنعمل جلسات ازاله الشعر بالليزر. مكلفه جدا، الوفات يا جماعه، الوفات. فده سعره مقارنه بالارقام اللي بنسمعها في العيادات هو لا شيء. ثانيا بقى والاهم، انا في بيتي بعمل بنفسي لنفسي. تجربتي معاه ايه بقى؟ اولا هتبداي تشوفي نتيجه بعد 3 اسابيع من استخدامه لو انت ماشيه وملتزمه بالتعليمات وبعدد المرات اللي بتستخدميها زي ما هو مكتوب بالظبط في التعليمات بتاعته. تقريبا بينلس بدون الم يا جماعه. الموديل ده اير 10 اللي هو بيعتبر احدث حاجه فيهم، متميز بتكنولوجي اللي هي السافاير اير كولينج تكنولوجي. درجه حرارته بارده جدا، فالبروده اللي هنا دي ما بتخليش الحراره بتاع الضوء تحسي بيها على جسمك. تاني حاجه فيه ان هو فيه دول لايت، لمبتين 2 جوه، مش عارفه هيبقوا باينين ولا ايه. الموديل اللي قبله كان لمبه واحده، 2 يعني بيغطي مساحه اكبر وبالتالي نتيجه اسرع. بعد 4 اسابيع هتشوفي الفرق، تبداي تشوفي النتيجه لو التزمتي بالتعليمات اللي كانت في الاول بالذات. وبعد كده كل شهر تستخدميه مره عشان لو في شعر جديد طالع ما يطلعش. وما تجيبيهوش لو مش هتلتزمي، مش هيبقى عندك الوقت انك تستخدميه، خصوصا في الاول ملوش لازمه، هيبقى ولا كانك عملتي حاجه. تاني حاجه عايزه اكلمكم عنها بمناسبه الشعر بقى هو جهاز فرشه الشعر. كنا جايبينها من تيمو من على الامازون، كنت جايباه الجهاز ده انا جايباه من 2023 دلوقتي ما شاء الله محتفظه بكل الفرش بتاعتها، مفيش حاجه وقعت منها، يمكن هي دي بس اللي وقعت، الاخر واحده اللي تحت دي. درجة الحرارة بتاعتها بتوصل ل 450، طبعا ده بالنسبة لي عالي جدا. انا المقبول بالنسبة لي درجة الحرارة من 280 ل 300، يعني اكتر من كده يبقى ما تيجي نولع فيه وخلاص. هنجرب على حد. مين الاسيستنت بتاعتي النهارده؟ شغلتها وصلت درجه الحراره لحد 210. احلى حاجه فيها ان هي انت ما بتحسيش بالحراره هنا، يعني لو حد هيستخدمها بنتك او حاجه مش ما تخافيش انها تلسعها. بسم الله، نجرب هنا. My bangs. بسم الله. كمان مره. واو. اخر حاجه هنوريها لكم بمناسبه الشعر، عشان احنا عاملين هنا جايبين ستيشن الشعر كله هنا، من اجهزه الشعر الفن جدا اللذيذه قوي اللي بتعمل الشعر كيرلي. كنت جايباها في اوائل ما ظهرت حوالي 3 سنين. دي بقى بالبطاريه، تشحنيها وبعدين لما البطاريه تتشحن تقدري تستخدميها. والميزه فيها انك تقدري تحطيها في شنطتك تتنقلي لو انت مسافره، تركبي طياره، رايحه مشوار، عندك مناسبه، اي حاجه، فلذيذه انها بتتشحن وتقدري تستخدميها. تعالوا نجربها برده على اسيل. بنشغلها، تقدري تختاري درجه الحراره وتقدري تختاري بيها هي يمين ولا شمال. بتحطي الشعره في النص كده، وكل الموضوع انك بتقومي متكيه على الزرار، هي بتقوم لفه واخده الشعره، وتخليكي متكيه وحاطه ايدك على الزرار لحد ما هي تخلص الصفاره بتاعتها. خلصت، تشيلي ايدك وتنزلي. هنغير الناحيه نخليها شمال اهو، وتتكي، هي بتقوم لفه واخده الشعره وانت ما بتعمليش حاجه. خلصت، بصوا، باونسي باونسي. اسمها ويفي لوك، هتلاقوها برضو على امازون وعلى شي ان وموجوده في كل مكان. هنحود في سيكشن الجيمز بقى وحاجات الولاد سالتوني عليها. هو الجهاز ده الموديل بتاعه ميتا كويست 3 اس 128 جيجا. الفيرتشوال رياليتي بقى انت في حته تانية، انت في مكان تاني. الالعاب كلها انت جوه المكان. تو هاندلز بتاعتها بطاريه ممكن تقعد لحد اكتر من 3 ساعات. اللي خلانا نجيبها انه ساعه ولا ساعتين الوقت بتاعهم متحدد لهم ان هم يلعبوا فيه جيمز، ما يبقاش على التابلت او ما يبقاش على التليفون. طبعا جايبينه لهم في مناسبه عشان ما يبقاش كده يعني جيم غير مناسبه. ممكن تلبسه وتورينا الموضوع ايه؟ لسه جاي من التمرين بتاعه. انت بتعمل ايه دلوقتي؟ ممكن تشرح I am لنا؟ logging into the game. بتبقى كانك جوه اللعبه.
فان بقى وكده. Yes. اوكي، انت بتعوم ولا بتنط الشجره ولا بتعمل ايه بالظبط؟ Flying stuff. flying stuff. Yeah, it can make me fly. انت كده بتفلاي. Uh-huh. طيب خير ان شاء الله. على الاقل بتحرك من مكانه. بس كده يبقى انا برضو كمان كده وريتكم الاجهزه الشخصيه الحلوه اللي احنا جبناها واستفدنا منها. قولوا لي لو حد جرب حاجه من الحاجات دي، اكتبوا لي برضو في الكومنتس لو في حاجات معينه او منتجات معينه انتوا حابين تعرفوا ايه رايي فيها. وبس كده. باي.